حرفيا هن اللي كانوا بكرهونا بالشامي، وهن اللي كانوا بكرهونا بأغاني الشامي، وهن اللي كانوا بكرهونا نسمع بشو عمل الشامي وبإنجازات الشامي وبحفلات الشامي. هن اللي عم يخربوا على هذا الفنان كانوا. طبعا إذا حابب تفهم الموضوع شو هو شاهد الفيديو للأخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم اخواني؟ ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. طبعا اول شيء حابب اتشكر اصحاب الكومنتات واصحاب الاشتراكات الجديدة. حرفيا كنا بنعرف في شخص اسمه الشامي، وكان في ناس مكرهتنا انه نتسمى على الشامي، وكان في ناس بتخلينا بنحبه للشامي، تمام؟ واليوم الشامي طالع ترند من اول وجديد، وهو على حاله ومستمر بالترندات الجميلة. حرفيا الشامي حاليا ترند مثل ما حكيت لكم. ليش وكيف؟ لانه عم يطلع حاليا حفلات كتير وعم بيصير معه مواقف جميلة ولطيفة وبتخلي الناس بتحبه أكتر وأكتر، ومنتشر له حاليا فيديو ضاجج على كافة المنصات وعامل ضجة كبيرة. فخلونا نشوف شو هذا هو الفيديو. حرفيا البكاء من داخل صماصيم القلب. يعني عن جد شو عامل هذا الشامي كل هالشي؟ لا في هيك اطفال حتى عم تبكي لهالدرجة. في شي مش طبيعي يا ناس، في شي مش نظامي يا ناس. شو هو اللي عم بيصير؟ شو هذا اللي عم بيصير؟ في فيديو تاني للبنت كمان مصورينه الاعلان. عن جد بدي اشاهده معكم، انا شاهدت بس هيك ثانيتين منه. اوكي ما شاء الله يا اخي، يعني والله شيء مو طبيعي. يعني شيء عن جد بيصرع، شيء بيصرع جدا، شيء بيصرع مش طبيعي. تخيلوا بطفلة هيك وعم تبكي، يعني مش قد عمرها لهالبنت، تمام؟ يعني 9 10 11 12. بس هذا شعور عن جد. يمكن انت وهو وهي يمكن، تمام، اذا بتروحوا على المسرح او بتروحوا بالصالات كيف وقت هيك بتغنوا، عرفتوا كيف؟ هذا الشعور اللي بيجي الحماسي، هذا هو اللي بيعزف على الوتر. طبعا اجتني لقطة نسيت احكي لكم عنها، بانه الشامي حاكي عن البنت. خلونا نشوف شو الوضع. شفتوا البنت اللي كانت بحفلة امبارح عم تبكي؟ وبرضه طبعا انت اليوم لما بتعمل هذا الشيء، تمام، هذا هو الشيء اللي بيخلي مجتمعك كبير، اللي بيخلي محبينك كتار. هذا الشيء اللي لازم كل فنان وفنانة بتعمله. هلا انا ما بحب الفنانات، تمام، بحب الفنانين. فاللي لازم انت كفنان انت تعمله، عرفت شلون؟ لازم تخلي الناس انه هي اللي تحبك. مثل الشامي حاليا الناس، في كتير ناس بتحبه ما شاء الله، الله يديم عليه محبة الناس، لانه عن جد انك تكسب ناس بتحبك من قلب ما في. ليه عم تبكي؟ ليه؟ شو هاي؟ هي انت جايبتي لي اياها؟ تعي لعندي. حلو المنظر من هون؟ حلو جمهوري؟ حرفيا مثل كأنه يعني شايفين الطفل اللي عم يطلع على المسرح واللي عم يبكي هالبكاء؟ شو يلي عم بيصير؟ هذا هو الشيء اللي بيرفع من الفنان، هذا هو الشيء اللي بيخلي الفنان بيصير عنده محبين. اوكي شو عمرك انت؟ 7. عمرك 7؟ طب ليش عم تبكي؟ بتحبيني انت؟ طيب بتعرفي اني بحبك انا اكثر؟
ولا ما بتعرفين؟ حرفيا البنت عمرها ما شاء الله 7 سنين. يعني في اطفال ويمكن هي خربطت، يمكن 9 10 12 يمكن عمرها، تمام، خلينا نحكي تمام، مو 12 بس بالعشرة بتطلع، لانه 7 يعني ما بعرف لك، لو حتى 10 لك، لو حتى 15، شو هي الدرجة؟ شو هو الشيء اللي بيخليك تبكي لهالدرجة من شان الشخص المشهور اللي بتحبه؟ يعني عن جد فهمت الشيء اللي عم بيعمله الشامتة؟ كل هالشيء عم تبكي عليه؟ ماذا لو عاد معتذرا؟ الله لا يردنا والسما تشهد له ما سمك حتى يوم يا اخوان نكروح الله لا يردك ترجع لك ترجع مدفون. حرفيا ما بعرف، والله ما بعرف ايش بدي احكي لكم. يعني عم بتفاجئ كتير من فان. خليني احكي لكم فانزات. يعني فانز هو مش شيء سيء تمام، بس في ناس بتخليه يصير شيء سيء تمام. بس انتو هو الفانز مش شيء سيء تمام. يعني هذا الفانز اسمه، اول شيء خليني احكي لكم مع اسمه محب. يعني انت وقت عم تصير لي فانز انك انت عم تحبني. عرفتوا كيف القصة شلون؟ ها هي القصة، هذا هو اللي اسمه فانز. اما في فانزات جايين بس مشان الشهرة، في فانزات بس جايين من شان المتابعين، وفي فانزات بس جايين مشان يضروك ويسبسبوا الناس اللي حواليك. خلينا اكمل لكم على الطفلة هي. خلينا نرجع لكم على البنوتة ما شاء الله، يعني لسه عمرها يمكن بال 12 13 سنة تمام، معقول العمر كويس تمام. بس شو اللي خلاها زرعة لانه تعمل هذا الترند؟ واللي انا لاحظت لكم شيء تمام، يمكن انا ما رحت على مسرح تمام، بس الشعور اللي بالمسرح نفس الشعور اللي انت بتكون بالصالة وقت بيغني المطرب تمام، او بيعطيك هيك شيء حماسي او شيء حزين او شيء انت معدي منه تمام وبدك تعبر فيه تمام، او بدك انت تغنيه بصوت عالي تمام، بيحسسك بشعور كتير جميل. واذا كان حزين انه بيحسسك بشعور حزين شوي، نفس الشيء. يا رب دخيلك، شو هالاطفال ما شاء الله. اسمها روان وجاية عم تبكي. لا عن جد هيك كتير، عن جد هيك كتير، عن جد اقسم بالله تمام. هاي اول مرة بحلف لكم بان الشعور لا يوصف لا يوصف لا يوصف. تخيل حالك بانك على المسرح تمام، وهيك بيجوا لعندك اطفال. انا ما بحكي لك على البنات تمام، هلا رح نحكي على اللي كانوا بيعملوا هدول العجونة تمام، بس هدول اطفال عن جد بريئين تمام، وشيء جميل جدا. هدول اللي بيحسسوك بشهرتك، هدول اللي بيحسسوك بانك انت الشامي، هدول بيحسسوك بانك انت المشهور، انت الكبير. فهلا راح افرجيكم فيديو تمام زعجني من فترة تمام، بموقف مو حلو. يمكن انا هيك بشوفه تمام، وانتو بتشوفوا كل مين بيشوفه بعينه، بنظره، ببب عينه. وقت بتروحوا لعند الشامي تمام، هدوا شوي. بعرف السكيورتي هذا رح يشيلكم، بس لا هيك. انت هون عم بتخربي سمعة اهلك، عم بتخربي سمعتك، عم بتخربي مستقبلك. يعني بتحبيه صح تمام بتحبيه تمام، ونحن بنحبه كمان تمام، بس في شي ما لازم تعمليه انت كبنت، ما لازم تسويه انت كبنت كصبية. انت اليوم مانك طفل صغيرة مثل الاطفال طيور الجنة دول اللي طلعوا من شوي. انت صرت كبيرة واعية تمام، فلازم في حركات انت لازم تنتبهي عليها. اوكي، ان شاء الله يكون اني عبرت لكم عن رسالتي تمام، لانه يمكن في ناس ما راح تفهمني مزبوط، او يمكن في ناس بتقلك انت باي عصر عايش، لانه حاليا في هيك شيء بهذا الوقت. ما خلتني انام، كنت كذب قلبي بيدي لما اصرخها يا عمري اللي ضايع
الحياة فيك يا لك شايفين كيف الطفولة؟ لك هذا هو الفيديو اللي بيستحق مليون لايك. عرفتوا كيف؟ اجت تصورت ما شاء الله، تصورت وراحت يعني. هذا هو الفيديو، ما شاء الله عليهم. شكلك وقت تعتمد على خويك. هذا الشاب ما شاء الله عليه، يعني اللي ما عرفه يمكن راح نص عمره، بيغني عن الشامي، عن السيلاوي، عن كل الاشخاص اللي بيشوفهم. عرفتوا كيف؟ عن كل شخص ترند، وكل شخص اغنيته حلوة، فما شاء الله عليك. وطبعا لهون اخواني بيكون انتهى الفيديو، اتمنى يكون نال اعجابكم. تمام. وللاهالي ديروا بالكم على اطفالكم، اوكي؟ بنحبكم وبنحب اطفالكم، ولكن ديروا بالكم عليهم، لانه لسه في امامهم مدارس، في امامهم كتير شغلات بالحياة لازم يتعلموها قبل ما يتعلموا اغاني الشامي. والسلام عليكم. فانزات الشامي السابقين، اوكي؟ انتو ما عاد بدنا اياكم. الله معكم.